فلما قصرت في الاستغفار والاذكار وحسيت ان انا بقيت مثقله، نفضل ساكتين كده وقاعدين ومحسسين نفسنا بالوحده واننا ما فيش حد في ظهرنا وما عندناش سند وانا لوحدي وانا مش عارفه ايه والكلام ده، واحساس اكتئاب والانعزال والكلام ده كله. هل انا بدي نفسي السيلف كير الداخلي والخارجي كمان؟ شايفتي نفسك حاجه جديده الفتره الاخيره ولا لا؟ حسستي نفسك ان انت مديه وقت كده انت تاخدي شاور دافي، تقعدي بقى مع نفسك تقراي كتاب، تشربي قهوه، تعملي حاجه سيلف كير؟ يا مساء الفل وصباح الجمال، اتمنى ان تكونوا بخير يا رب. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه رمضان. اتمنى يا رب يكون رمضان خير علينا كلنا، مليان بركه وتيسير وفتح واستجابه للدعاء، فتح كبير جدا لكل اللي جاي ان شاء الله. ما تنسونيش في دعائكم، ولكم بالمثل وزياده يا رب. مبدئيا كده بعتذر كمان على الغياب الفتره اللي فاتت، لانه شويه بنزل شويه لا، شويه بنزل شويه لا، نظرا لحاجات كتيره كانت بتستنزف طاقتي، وده اللي انا عايزه اتكلم معاكم فيه النهارده. هو البيرن اوت. الفتره اللي فاتت من كتر الحاجات اللي كانت واخداني اتعرضت للبيرن اوت، الاحتراق النفسي، انه الانسان بقى حاسس ان هو مستنزف جدا، بيبقى في حاجات كتيره جدا واخداه ومش قادر ان هو يلاحق على كل الحاجات دي، الوقت اللي بيسرقه لنفسه مش قادر ان هو يستمتع بيه لانه مضغوط بحاجات كتيره قوي ورا بعض ورا بعض ورا بعض. فكان الحل، انا عملت 3 حاجات. الثلاث حاجات دول هم فادوني جدا في التخلص او تخطي البيرن اوت. والحقيقه برضه عشان اكون صادقه معاكم، انا سمعتهم من نرمين البحيري، اكيد بعضكم عارفينها، انا بحبها جدا وبحب طريقه كلامها، استفدت جدا من اللي هي قالته، فقلت ان انا كمان انقل التجربه بعد ما جربت انا بنفسي. اول حاجه عملتها للتخلص من البيرن اوت هي انه رجعت تاني احاسب نفسي في علاقتي بربنا سبحانه وتعالى. هل علاقتي بربنا الفتره اللي فاتت كانت كويسه ولا ما كانتش كويسه؟ كنت بصلي، كنت بقرا قران ولكن مقطع شويه، قصرت شويه في الاذكار بصراحه، حاجات كتيره حسستني انه الله سبحانه وتعالى لا، انا مقصره بحقه قوي، محتاجه اعيد بناء العلاقه دي تاني. فبدات اصارح نفسي انه لازم 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 ارجع اركز تاني في الصلاه، ارجع تاني استغفر كتير، لانه الفتره اللي كنت بستغفر فيها كتير كنت بحس انه في ذنوب كتيره، بحس ان هي خففت الحمل شويه عليا. فلما قصرت في الاستغفار والاذكار والكلام ده كله، حسيت ان انا بقيت مثقله، يعني حتى لو مفيش حاجات كتيرة قوي لدرجة ان هي تبقى مثقلة فعلا، ولكن حسيت الحاجات الصغيرة برضو متقلة الحمل عليا شوية. فقلت لازم ارجع تاني انظم علاقتي بالله سبحانه وتعالى. ففعلا طبعا مع دخول رمضان انتهزتها فرصة ان هي فعلا تكون صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى، من قراءة قرآن، من اذكار، من طبعا كلنا بنركز جدا في رمضان بالذات، يعني اللي مش بيصلي بتلاقيه بيصلي، اللي مش بيقرأ قرآن بتلاقيه بيقرأ قرآن في رمضان، ودي حاجة كويسة. هي اي نعم مش كويسة قوي من ناحية انه مش في رمضان بس نعمل كده، لكن حاجة كويسة ان احنا نعيد تاني نفتكر انه لا، ربنا سبحانه وتعالى لازم يكون موجود في حياتنا. واتمنى ان رمضان يكون فتح لما بعد رمضان، هي اعادة بناء العلاقة بالله عشان نرضي عننا، وبالتالي حياتنا تبقى احسن، عشان نشحن طاقة في نفس الوقت، نبني عادات تكمل معانا لباقي السنة، علشان العبادة وعلاقتنا بالله مش في رمضان بس، هي فرصة عشان نجدد العلاقة ونستمر عليها الباقي. فدي اول حاجة عملتها عشان اتخلص من البيرن اوت. تاني حاجة، بدأت اشوف علاقتي بنفسي، هل انا بقيت اقعد مع نفسي الوقت الكافي اللي انا كنت بديه لنفسي ولا لا؟ انا بحب الكتابه جدا، وكتير قوي اتكلمت قبل كده عن اهميه الكتابه في ان الانسان يخفف من الحمل اللي عليه. مش كل الاوقات بنلاقي ناس حوالينا نقدر نفضفض لهم، نقدر نتكلم معاهم، نقدر ان هم نشكي لهم اللي حصل في يومنا، نحس ان احنا كده مش لوحدنا. مش طول الوقت بنلاقي الناس دول في حياتنا. فالحل، هل اننا نفضل ساكتين كده وقاعدين ومحسسين نفسنا بالوحده واننا ما فيش حد في ظهرنا وما عندناش سند وانا لوحدي وانا مش عارفه ايه والكلام ده، واحساس بالاكتئاب والانعزال والكلام ده كله؟ انا معاكم طبعا ان اوقات كتير مش بنبقى حاسين ان احنا عايزين نقابل ناس اصلا، احنا عايزين نقعد لوحدنا. بدل ما نقعد لوحدنا ونكتئب ونمسك السوشيال ميديا ونقعد في دوامه ملهاش اخر، وبدل كمان ما نقعد مع ناس احنا مش حاسين بالراحه معاهم، وبدل كمان ما نقعد لوحدنا علشان مش لاقيين الاشخاص اللي احنا بنحبهم، هما كمان مشغولين او عندهم حاجه مش متاحين دلوقتي لينا، بدل ما نلاقي ان احنا في الحاله دي، لا، الكتابه انا ونفسي بنقعد مع بعض، بنكتب، بنفرغ كل الافكار اللي في دماغنا، بنعاتب نفسنا، بننظم الافكار، بنحكي حكاوي حتى لو كانت الحكاوي دي تافهه، يعني عادي جدا، بنحكي عن يومنا، حاجات زعلتنا، حاجات فرحتنا، حاجات احنا محتاجين نحسنها في نفسنا، حاجات احنا عايزين نعملها قدام، حاجات عايزين نصلحها دلوقتي. كل حاجه في حياتنا ممكن نكتبها على الورق، ولما نكتبها على الورق بنلاحظ قد ايه ان احنا هدينا من جوه. فدي اول حاجه ليها علاقه بنفسي.
الحاجة التانية اهتمامي بنفسي، هل انا بدي نفسي السيلف كير الداخلي والخارجي كمان؟ يعني السكين كير، الهير كير، الحاجات دي كلها بتفرق قد ايه في النفسية. اشتريتي نفسك حاجة جديدة الفترة الأخيرة ولا لا؟ حسستي نفسك ان انت مدية وقت كده انت تاخدي شاور دافي، تقعدي بقى مع نفسك، تقرأي كتاب، تشربي قهوة، تعملي حاجة سيلف كير؟ بالتالي لا، محتاجين ان احنا نجدده. فدي حاجة انا عملتها وفرقت معايا جدا. تالت حاجة عملتها وبنبقى محتاجينها في وقت البيرن اوت ده، ان احنا نرجع تاني نجدد علاقتنا بالفن، الجانب المرح في حياتنا، الضحكة، ان احنا نقابل حد مثلا بنحبه جدا بقالنا كتير ما قابلناهوش، نقضي معاه وقت ممتع، نخرج نلعب مع الاطفال مثلا، نخرج نشم هوا، نغير جو بشكل عام، ايا كان بقى تغيير الجو ده عباره عن ايه بالنسبه لي او بالنسبه لكم. فلما تحس انك عملت حاجه بعيده عن الدراسه، بعيدا عن الشغل، بعيدا عن الناس المعتاد انك بتشوفهم كل يوم، لا انت بتعمل حاجه جديده دلوقتي، ده قد ايه بيفرق جدا في النفسيه، وبيحسسك انت خدت نفس طويل كده وحسيت ان انت لا، الحياه فيها حاجات كتيره حلوه. خدت نفس طويل كده وحسيت ان انت لا، الحياه فيها حاجات كتيره حلوه، وانا ليه زانق نفسي بس في الجانب ده؟ فالثلاث حاجات دول لما عملتهم فرقوا جدا في نفسيتي وحسسوني بالتجدد. قلت اشاركها معاكم، ولو في حاجات تانية انتوا بتعملوها مع نفسكم علشان تخرجوا من البيرن اوت قولوا لي في الكومنت، اكيد هحب اسمع ارائكم، واكيد هحب اسمع تجربتكم عشان استفيد منها كمان انا في حياتي. وبشكركم جدا على حسن الاستماع. عارفه ان الفيديو ممكن يكون طويل شويه، ولكن بقالنا كتير بقى ما تقابلناش، ان شاء الله نرجع تاني ننتظم في تنزيل الفيديوهات. بشكركم على حسن الاستماع، واشوفكم الفيديو الجاي على خير. الى اللقاء. في حاجة مهمة كمان حابة اقولها لكم، الحلقات اللي جاية اللي انا هنزلها دايما بعد الفيديو ده هتكون حلقات انا صورتها قبل كده قبل رمضان، بيتكلموا عن مواضيع مختلفة انا استفدتها في حياتي وفي نفس الوقت حابة افيدكم بيها، فان شاء الله هنزلهم في خلال الفترة الجاية على ما نرجع تاني بقى للواقع اللي احنا فيه اللي هو رمضان والى اخره. فاشوفكم على خير ان شاء الله، والى اللقاء.